يا اهلا بيكم. ده اول لايف انا بعمله هنا على الجروب. اولا عشان اتست قبل ما نبدا ان احنا نشتغل في اللكتشرز بتاعتنا والمحاضرات بتاعتنا بتاعت الكورس. اتست الصوت وتست كل حاجه من الحاجات اللطيفه ديت، وانتوا اللي هتقولوا لي في الكومنتس الدنيا شكلها عامل ازاي، الكواليتي بتاع الصوت، الكواليتي بتاع الصوره. ودايما في اول كل فيديو حاولوا ان انتوا تكومنتوا كده ان الكواليتي بتاع الصوت كويس والصوره كويسه والدنيا ماشيه كويس، علشان نقدر ان احنا نميجر العمليه والبروسيس بتاعتنا. اللي ما يعرفنيش، انا المهندس عبد الرحمن ابو جازيه، مهندس معماري ومصمم داخلي. وهكون معاكم خلال الاسبوعين الجايين، من اول يوم 2/1 لحد يوم تقريبا 15 او 15 لحد يوم يعني الخميس اللي بعد الجاي. هنبدا ان احنا في كل يوم في ساعه كده من التريننج، او ممكن تبقى ساعه او اقل من التريننج المكثف للانتيريور ديزاين، عشان نبقى فاهمين كويس تفاصيل البروسيس كلها شكلها عامل ازاي. مبدئيا قبل بقى ما نبدا ان احنا نتكلم على الانتيريور ديزاين خالص، انا بحب دايما في اي تريننج قبل ما ابدا التريننجز بتاعتي خالص ان احنا نتكلم على ازاي ان انت تتعلم اي حاجه اونلاين. ودي حاجه مهمه جدا جدا لاي حد فيكم، وهتقولوا لي برضو رايكم في الكومنتس تحت عن الحاجه ديت شكلها عامل ازاي، وهقول لكم في اخر الفيديو ايه المطلوب ان انتوا تعملوه علشان توصلوا لان انتوا تكسبوا او توصلوا لاكبر استفاده من التريننج كورس دوت، او اي تريننج كورس اونلاين ليتر هتبداوا ان انتوا تاخدوه. فخدوا الكلمات بتاعتي اللي انا هتكلم عليها دلوقتي بصوره جديه شويه. الكلام اللي انا بتكلم عليه دلوقتي دوت انا خدته من كتاب اسمه Limitless. الكتاب دوت لجيم كويك، اسمه Upgrade Your Brain Learn Anything Faster. زي ان انت تتعلم اي حاجه بطريقه سهله وسريعه جدا وما تنساهاش، وده الاهم، لان احنا بنتقاس اللي احنا فاكرينه، ما بنتقاسش احنا ذاكرنا قد ايه او اتعلمنا قد ايه او قرينا كتب قد ايه. اللي انت فاكره شكله عامل ازاي، اللي انت فاكره هتعرف تطبقه، هو ده اهم نقطه في البروسيس بتاعتك كلها. فمهم جدا انك انت وانت بتتعلم اي حاجه تتعلمها بتكنيك، ان انت تتعلمها بصوره سريعه جدا، وفي نفس الوقت تكون فاكر كل حاجه فيها، وتقدر ان انت تراجعها وما تنساهاش على اللونج ران، وتقدر انك توصل بيها للماكسيموم بنفيت او الفايده الكبيره اللي انت عايز توصل لها من الحاجه اللي انت بتتعلمها. فعشان تتعلم اي حاجه فاستر، افتكر كلمه فاستر، FASTER. فاستر هي اختصار لمجموعه كلمات هنبدا ان احنا نتكلم عليهم في الفيديو دوت، وهو ده اللي انت اللي هيعرفك ازاي تتعلم اي حاجه بطريقه سريعه وفي نفس الوقت تثبت بصوره كبيره. اول حاجه عشان تتعلم اي حاجه فاستر انت محتاج تعمل ايه؟ تعمل forget. forget. هو انا عايز اتعلم اي حاجه فهنسى؟ قال لك انت عشان تتعلم اي حاجه محتاج تفورجت قد ايه؟ محتاج تفورجت 3 حاجات. ايه هما ال3 حاجات؟ قال لك اول حاجه محتاج ان انت تعملها forgetting what you already know about الحاجه دي. ايه اللي انت متعلمه قبل كده عن الحاجه؟ فانت دلوقتي هتاخد معايا تريننج عن التصميم الداخلي. حاول ان انت تنسى اي افكار قبل كده ليها علاقه بالتصميم، تنسى الكونسبتس الاساسيه اللي المفروض ان انت واخدها. حاول ان انت تسمع مني وتاخد الموضوع بانذر باك جراوند، لان لما هتبدا ان انت تاخده بباك جراوند مختلفه الموضوع هتلاقيك انت ابتديت تدرك ان انا بتكلم بطريقه او بسيستم او بكونسبتس الهدف منها حاجه مختلفه عن ممكن اللي انت كنت بتفكر فيه. اكتر حاجه بتخلينا ليميتد ان احنا ما نتعلمش ان احنا نكون فاكرين ان احنا عارفين كل حاجه، وللاسف هي دي يمكن اكبر مشكله عندنا، ان احنا محتاجين رقم 1 الاول نشيل المايند سيت القديمه اللي موجوده عندنا، ونبدا ان احنا نحط مايند سيت جديده علشان نقدر ان احنا من خلال المايند سيت الجديده ديت نقدر ان احنا نكتسب معلومات كويسه، ونكتسب معلومات تقدر انها تاهلنا ان احنا نستفيد اكبر استفاده. فاول حاجه عشان تتعلم اي حاجه جديده انسى اللي انت كنت متعلمه قبل كده عنها، واسمع اللي بيتقال لحد الاخر خالص،
ومن هنا انت هتبدا ان انت تكون يور اون ايدياز عن الحاجه ديت، وريليتد للحاجه ديت انت محتاج ان انت لما تيجي تتعلم اي حاجه جديده او تقرا كتاب جديد او تتعلم اي علم جديد، كل مره وانت بتتعلم نفس الحاجه خد بالك انت محتاج عشان تبقى اكسبرت انك تسمعها من كذا حد ومن كذا، وتقرا كذا كتاب وتقرا كذا وتشوف كذا توتوريال وتشوف كذا حد بيشرح. الحاجات دي كلها لما هتبدا ان انت تسمعها من هنا بباك جراوند ومن هنا ومن هنا، هتبدا انت تكون فكرك عن الحاجه ديت. فاول حاجه لما تيجي تتعلم اي حاجه جديده forget what you already know about it. تاني حاجه forget ايه؟ forget any situational things. حاول وانت بتتفرج عليا دلوقتي تقفل اي حاجه ليها علاقه، ممكن انا عارف ان احنا على فيسبوك، بس حاول انت تقفل اي علاقه، اي حاجه ليها علاقه بالنوتيفيكيشن بمسجز ممكن تجي لك، او اي حاجه ممكن انها تعطلك عن ان انت تبقى شايف التريننج اللي انا بتكلم عليه دوت، وتبقى مركز فوكس 100% مع التريننج دوت. ليه؟ لان انا كل يوم كل اللي انا طالبه منك ان انت تقعد معايا نص ساعه او ساعه. النص ساعه او ساعه ديت هتفرق في حياتك او هتعمل شيفتنج في الكارير بتاعك بصوره كبيره جدا. فحاول دايما انك انت يبقى عندك فوكس 180 درجه في الحاجه اللي انا بديها لك، وتحاول انك لو افتكرت ان انا عندي ميتنج، عندي ميعاد المفروض كنت اعمله، حاول انت تطلع ورقه وقلم وتكتب، يبقى او في كشكول مثلا موجود هو ده اللي انت هتذاكر فيه او هتاخد فيه الكورس ده. حاول ان انت في ظهر الكشكول ده تكتب ايه النوتس او الحاجات اللي انت محتاج ان انت تعملها، بحيث ان انت تطلعها من دماغك. الحاجه اللي انت بتطلعها من دماغك خلاص الدماغ بتبدا انها تفهم ان خلاص انت عملتها. لكن ما تحاولش انت تقاوم انك تنساها بالعافيه، لانك يعني بيقولوا what you resist persist. الحاجه اللي انت تحاول انك تقاومها بالعافيه تلاقيها بتلزق في دماغك اكتر. فالاحسن ان انت تطلعها، اكتبها في اي ورقه بره، وونس ان انت كتبتها خلاص انت بعد المحاضره تقدر انت تروح تعمل كل الحاجات ديت. احنا في عصر شويه في مشتتات كتير جدا، فحاول اللي بيحاول ان هو يبعد عن المشتتات دي ويقدر ان هو يخش في الديب ليرنينج او يفوكس اكتر، هو ده اللي بيكسب في الوقت دوت. فحاول ان انت دايما تبقى عندك النقطه ديت، وان انت تفوكس بصوره كبيره جدا على اللي انت بتتعلمه او على الحاجه اللي انا بقولك عليها او بشرحها لك، بحيث ان انت تبعد اي مشتتات عنك وتكون تركيزك 100%. بلاش، مفيش حاجه اسمها مالتي تاسكينج. يعني في العلم كله قال ان مفيش حاجه اسمها مالتي تاسكينج، في حاجه اسمها تاسك سويتشنج. فكره ان انت بتكون بتعمل تاسكين في نفس الوقت، لا انت ما بتعملش تاسكين في نفس الوقت، انت بتسويتش من تاسك تركز في تاسك تاني، وتسويتش من تاسك تركز في تاسك تاني في نفس الوقت. فبيحصل ان انت بتضيع وقت اكبر وما بتبقاش تركيزك كبير، وبتعمل حاجات كتير ملهاش علاقه بالحاجه اللي انت بتعملها. فالافضل ان انت تخلص تاسك كامل. انت دلوقتي عندك التريننج، فاقعد اتفرج على التريننج كامل، ما تقفلش الفيديو لحد ما تخلص التريننج كله. لو انت بتتفرج عليا لايف اوكي، حاول ان انت تتفاعل معايا في اللايف وتسال اسئلتك وتركز معايا في اللايف. لو انت بتتفرج معايا على بتتفرج على الاعاده بتاعه دوت على الويب سايت او على الفيسبوك، فحاول برضو ان انت هو ليه في تايم معين، هو ده اللي انت هتشتغل عليه وهتفوكس عليه كل تركيزك، علشان تقدر ان انت تجمع اكبر معلومات اثناء ما انت بتتفرج. فده تاني forget. تالت forget ايه هي؟ forget your limitations. كل واحد فينا الحاجة اللي بتقفله او انها بتحدده او بتخليه limited، ان هو يبقى حاطط لنفسه limits، حاطط لنفسه انا مش هعرف اعمل اكتر من كده، هي دي الحاجة اللي انا هعرف اعملها. فمهم جدا جدا forget الليميتيشنز ديت، وتبدا ان انت تركز انك انت تغير المايند سيت بتاعتك، وتبدا انك تعمل موتيفيشن لنفسك اكتر، وتحاول انك تتعلم تولز تقدر انها تساعدك اكتر ان انت تشوف النص اللي انت مش شايفه، اللي انت حاسه ان هو ليميت بالنسبه لك. ده كله هيتفك عن طريق المايند سيت، انك تغير المايند سيت، انك تغير انك تكون بتموتيفيت نفسك بصوره كبيره جدا، وان انت تبقى معاك ايكويشن، تبقى معاك equipments او تولز تقدر انها تساعدك ان انت تimplement الحاجه ديت بطريقه مظبوطه.
فمهم جدا ال3 ايز دول علشان تقدر ان انت تفك او تكسر الليميتيشنز بتاعتك. وكل دوت هو اللي مكتوب في الكتاب دوت. انا بنصحكم الكتاب ده من الكتب القويه جدا، وجيم كويك من الترينرز الاقوياء جدا في الجزئيه ديت، واللي هيساعدك ان انت تنمي مهاراتك في ان انت تبقى عندك الذاكره قويه اكتر. وكل شويه طول ما انا في التريننجز بتاعتي هرشح لكم كتب وهرشح لكم تريننج كورسز هتفرق معاك في حياتك بصوره كبيره جدا. انا فرقت معايا بصوره كبيره جدا في حياتي، وانت كمان هيفرق معاك، هيغير لك طريقه تفكيرك في الامور المختلفه، سواء بقى في امور ليها علاقه بالتريننج او امور ليها علاقه مجالنا احنا في التصميم او في الديزاين. هو كل الحاجات دي كلها بتصب مع بعضها عشان نقدر في الاخر نقدر ان احنا نطلع بزنس مظبوط ليه علاقه بالديزاين بتاعنا. احنا في كل الاحوال، احنا حتى لو انت مش هتفتح البيزنس بتاعك وانت هتشتغل في ده، فانت محتاج انك انت يبقى عندك مهارات. المهارات ديت هتساعدك انك تقنع العملاء بتوعك او تقنع العملاء بتوع الشركه بتاعتك. فمهم جدا اللي انا بتكلمه دلوقتي انك تاخده مش بس تطبقه على التريننج كورس ده، طبقه على حاجات في حياتك هتفرق معاك بصوره كبيره جدا. فلما تيجي تتعلم اي حاجه، اول حاجه فورجيت 3 حاجات اللي احنا قلنا عليهم. تاني حاجه انك تبقى ايه stands to active. ازاي تبقى اكتف؟ قال لك مهم جدا انك انت لما تيجي تتعلم اي حاجه تاخد الموضوع بمايند سيت، هو انا ايه اكتر حاجه هتخليني استفيد من الحاجه ديت، ان انا اتفاعل معاها. خدوا بالكم التعليم مش عمرك ما هتتعلم عن طريق ان انت تتفرج على الحاجه. يعني انت لو بتتفرج عليا من غير ما تطبق الحاجه اللي انا بقولك عليها، عمرك ما هتستفيد اي حاجه. التعليم مش مجرد ان انا بتفرج على ماتش كوره، لا، هو ممارسه وتعليق واكتيفيتي. انت بتبدا انك تتحرك وتبدا ان انت تعملها. الحركه بتاعتنا في الوقت دوت هو ان انت تانتراكت معايا، تبدا انك تكتب كومنتس. انا نزلت من كام يوم بوست على الجروب هنا، بقول للناس يا جماعه حاولوا كل واحد بقى يحط البي هانس بتاعه علشان نبدا ان احنا نساعد بعض. تقريبا 10 او 15 واحد من انا مش فاكر 10 او 12 اللي انا كنت فاكره اخر رقم، اللي حط كومنتس علشان من تقريبا في الجروب فيه 300 او 400 واحد حطوا كومنتس على البوست دوت. يعني تقريبا 1% من الناس هو بس اللي بقى اكتف وعمل كومنت، او ان هو عمل لايك على بوستس منزلها، او ان هو تفاعل او سأل اسئله او نزل بوستس. الهدف من الجروب هنا ان احنا نبقى اكتف مع بعض، ونبقى كوميونتي بنساعد بعض في المجال ده. فمهم جدا جدا ان انت تبقى اكتف اثناء ما انت بتتعلم اي حاجه. ده هيخليك متميز في وسط الناس، وهيخلي الناس تبقى شايفه ان انت اكتف، هيخليني انا اقدر ان انا اجاوب على اسئلتك بصوره افضل، هيخلق روح من ان انت بتشجع الناس، وانت كمان بتشجع نفسك ان انت تسال اكتر، واحنا نبدا ان احنا نستفيد ونبدا ان احنا نكومنت على شغل بعض. فمهم جدا 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 ان احنا نبقى اكتف على الجروب هنا، ونبقى اكتف طول ما احنا بنتعلم. وعلشان اخليكم يعني هايبر اكتف اكتر، كل الفيديوز اللي انا هنزلها خلال التريننج دوت هي لما هنزلها اكتر ناس هتبقى اكتف وهتتفاعل معايا. هيبقى في الاخر في سحب كده هو الكمبيوتر بيعمله، وهيطلع اكتر واحد كان اكتف هديله تريننج كورس فور فري من 3 انجينيرز. فمهم جدا جدا ان انت تكون اكتف. وده حاجه كمان انا بشجعك عليها، هي انك تبقى اكتف. ده حاجه هتساعدك انت شخصيا، وانا بشجعك ان انت تبقى اكتف كمان في عشان تبقى انت بتكسب معانا التريننج كورس ده. حاجه كمان بقى، انت عشان تبقى اكتف وانت بتتعلم حاجه، انت محتاج تعمل 4 حاجات. اول حاجه انك انت تيك نوتس، انك انت تاخد نوتس. يعني لازم تجيب كشكول كده قبل ما احنا نبدا التريننج يوم الاحد. عايزك تجيب كشكول ويبقى هو ده بس الخاص بالكورس، لان انا هقولك معلومات كتير جدا. انت محتاج ان انت تاخد نوتس عن كل حاجه. لازم تحضر نفسك بطريقه مظبوطه.
وتاخد نوتس لكل نقطه من النقط اللي احنا هنبدا ان احنا نتكلم عليها. كمان بعد ان انت تاخد نوتس محتاج ان انت تعمل سامورايز، يبقى تيك نوتس وتعمل سامورايزنج ليهم. انك تعمل سامورايز وتلخص ان انا اتكلمت على توبيك كذا واتكلمنا فيه على نقطه 1 2 3، وتوبيك كذا اتكلمنا فيه على نقطه 1 2 3، توبيك كذا 1 2 3 وهكذا. فده مهم جدا جدا علشان تبقى مور اكتف اثناء ما انت بتاخد التريننج بتاع الانتيريور اللي احنا هنبدا ان احنا نتكلم عليه. ثالث حاجه عشان تبقى اكتف اكتر، اسك كويستشنز. تحت كل لايف انا هبدا ان انا اتكلم عليه تقدر ان انت تسالني في الكومنتس كلها على الاسئله اللي انت عايزها، وانا هرجع بعد اللكتشر لو حتى اضطريت ان انا اخش لايف تاني بعد اللكتشر عشان اجاوب على كل الاسئله اللي موجوده. اتس اوكي، ما عنديش مشكله خالص. لو انا عرفت هجاوب عليها مانيوال هجاوب عليها كلها مانيوال، لو حد من الشباب اللي معايا هيقدروا ان هم هيجاوبوا معاكم. فاحنا هنبقى عندنا اكتيفيتي او ان احنا هنبقى اكتف اكتر مع بعض عن طريق ان انتوا تسالوا كل الاسئله بتاعتكم في الكومنتس، وانا هجاوب على كل الاسئله سواء في الكومنتس هنا او في اي حته انتوا هتسالوا عليها. هجاوب على الاسئله اثناء التريننج كله. الهدف من التريننج دوت ان احنا نغير المايند سيت اللي موجود عندنا ونغير فكرنا ناحيه فكر احنا الانتيريور بتاعنا مش بلوكات بنرصها. احنا المجال بتاعنا هو مجال علمي وفي علم موجود في المجال دوت، محتاجين ان احنا نبقى فاهمينه كويس علشان نقدر ان احنا نطلع ديزاينز مظبوطه. فنقطه مهمه جدا جدا ان انت تسال الاسئله زي وتبدا ان انت تشتغل. اخر حاجه عشان تبقى اكتف انك تعمل براكتسنج. مع كل محاضره هتلاقوني بديك فايلز مثلا موجوده، حاجات بقول لك انت ممكن تبراكتس ازاي، ايه الطرق اللي انت ممكن تشتغل بيها عشان تعمل براكتسنج. في فيديوز مثلا هسجلها لك ليها علاقه بالبراكتسنج. فمهم جدا 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 ان انت تطبق كل خطوه معايا وتبدا ان انت تشتغل على الخطوات ديت. الخطوات ديت هتلاقيها نقلتك نقله كبيره جدا في طريقه. انا لما هطبق همسك ايدي واخلي ايدي تبقى هي زي ما بيقولوا ديرتي بالحاجه اللي انا اتعلمتها. الحاجه دي تفضل ثابته في دماغي اكتر لان انا طبقتها وعرفت نتيجتها عامله ازاي في التطبيق. فمهم جدا 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 ان انت تطبق ورا كل حاجه انا بقول لك عليها. الحاجه اللي بعد كده عندي الاس ستاندز فور ستيت. حالتك شكلها عامل ازاي وانت بتتفرج. مهم جدا جدا وانت بتتعلم اي علم ان انت العلم دوت يبقى في اتجاهين. الجزء الاولاني ان انت بتاخد الاديوكيشن صح زائد ايموشن صح. الايموشنز هي اللي بتاثر فينا في كل حاجه. فتعالى كده يعني حد يقول لي كان احساسه ايه وهو بيذاكر الجدول الدوري في العلوم في ابتدائي. اكيد هو هيقول لك والله انا كنت قرفان ملان. ليه؟ حد بيطلب منك انك تحفظ حاجه رخمه وممله جدا ومش لطيفه، فانت الايموشنز بتاعتك بقت زيرو. فاي حاجه تايم زيرو، اي انفورميشن بتتضرب في زيرو فهي زيرو. فهي ده الكونسبت، انك انت لازم يبقى عندك حالتك تبقى عاليه وانت بتتفرج، تبقى موتيفيتد انك تتفرج، تبقى نفسك ان انت تاخد المعلومات ديت، تبقى الحاله او الستيت ليها جزئيتين. فيها عندي منتال ستيت، عقليا انت عندك جول انت نفسك تحققه ونفسك حاجه توصل لها من التريننج دوت. وفي فيزيكال ستيت، حالتك انت نفسك تعبان ولا فايق ولا نايم ولا صاحي. فانت حاول انك دايما تتحرك وتبدا ان انت تاخد الموتيفيشن بتاعك او تصنع الانرجي بتاعتك. من الحاجات المهمه جدا جدا واللي يعني لو طلعتوا بالفيديو ده منها فهو ده حاجه هتبقى مفيده جدا ليكم. هو كدبه كلنا او كدبه اتقالت لنا واحنا صدقناها واحنا عارفين ان هي مش حاجه صح. انك انت والله انا ما عنديش طاقه او انا تعبان النهارده مش هعمل حاجه. اي بس الطاقه ما بتجيلكش، طاقه انت اللي بتصنعها. ايه ده جديده دي؟ لا مش جديده. تعال اقول لك انت تعرفها منين. تعال انا بقول لك في يوم انت هتقوم وهتروح الشغل فانت طبيعي انك هتبقى صاحي قرفان. طيب يوم لا والله احنا طالعين مسافرين الساحل النهارده،
هتلاقي نفسك صاحي من الفجر وقايم والانرجي عندك لاعلى درجه من درجاتها. ليه؟ انت اللي عملت الانرجي دي لان انت حابب انك تروح الحته دي. مهم جدا جدا ان انت تبقى عارف انك انت المتحكم في الانرجي. الانرجي دي مش حاجه بتجيلك وبتخلص، لا، انت لما بتكون عايز تعمل حاجه وانت حابب انك تعمل حاجه هتلاقي نفسك انت اللي بتطلع الانرجي دي، بتبدا ان انت تتحرك وبتبدا ان انت تعملها. فحاول انك انت دايما وانت داخل اي تريننج انت اللي تحط الانرجي لنفسك، ترفع ايدك تتحرك، ترفع كتفك تتحرك، تفرد جسمك، تبدا ان انت تفوق نفسك، تتحرك شويه. الحاجات دي كلها هتلاقيها بتخلي الانرجي بتاعتك هاي اكتر، وتخليك انت مركز وفوكسد بصوره كبيره جدا علشان تقدر انك تستفيد اكبر استفاده. هو ده اللي انت محتاج انك تخش بيه اي تريننج، ان الستيت بتاعتك تبقى هاي علشان تقدر ان انت تجمع وتلم اكبر استفاده انت ممكن تستفيدها من التريننج اللي انت داخله ده. اللي بعديها التي stands for teach. انت محتاج انك انت تتعلم بدافع انك هتشرح. ازاي؟ قالك بص، اكتر حاجة بتخلي المعلومات بتاعتك تثبت انك انت ترجع تشرحها مرة تانية او تفوكس لدرجة ان انت تخلي teach one of your goals. حاجة في الستيت انا قلت لك من المنتال ستيت، انت عندك جول او هدف، ف one of your goals انك انت هتيتش الحاجة ديت. فلما هتيتش الحاجة ديت انا محتاج ان انا ابقى باخد نوتس وبسامورايز واسال الاسئله عشان لو انا هتيتش هيبقى شكلها عامل ازاي، وهبراكتس بصوره مستمره علشان لو انا هتيتش البراكتسنج هيبقى شكله عامل ازاي، هفورجيت كل حاجه علشان ابقى مركز وفوكس 100% عشان اقدر ان انا اوصل لها. ففكره ان انت اصلا تتعلم بكونسبت او بفكر ان انا هرجع اشرح الحاجه دي تاني. تخيل اي واحد من اصحابك المفروض ان هو يحضر معاك التريننج ده، او ان هو كان نفسه يحضر التريننج ده وما عرفش يحضره. بالمناسبه اعملوا انفيتيشن لكل اصحابكم اللي ممكن يستفيدوا من التريننج دوت. التريننج دوت حقيقي هيفرق معاكم بصوره كبيره جدا، فاعملوا انفيتيشن لاصحابكم هيستفيدوا معاكم وانتوا كمان هتستفيدوا، وهيبقى وين وين سيتويشن، كلنا هنستفيد مع بعض. ف تخيل حد مش عارف يحضر بقى التريننج دوت، وانت هتاخد التريننج دوت ترجع تشرحه له. فتخيل انك انت كل مره التريننج بيخلص انت بتبدا ان انت تشرحه مره تانية. فانت هتبقى محتاج انك تركز وتاخد معلومات كبيره من التريننج عشان لما تقدر تحكيه مره تانية او تشرحه مره تانية. فمن الحاجات المهمه جدا جدا ان انت تبقى بتاخد التريننج وانت حاطط في المايند سيت بتاعتك ان انت هتتيتش التريننج دوت. اللي بعد كده عندي الاي stands for entry. خليني اسالك سؤال، هو ايه اكتر حاجه او اكتر most productive tool، التولز اللي هتخليك productive اكتر وتخليك تقدر ان انت ترتب دنيتك اكتر وخلال اليوم؟ خليني اجاس معاك كده اهوت ان هي الكالندر، اللي هي الجدول المواعيد بتاعتك. ده اكتر تول مهمه جدا بالنسبه لك. ليه؟ لان انت بتحط فيها بتبلوك مجموعه تايمز. يعني مثلا لو انت عندك كورس مثلا سبت واثنين واربع، فانت هتبلوك الوقت بتاع الكورس يوم سبت واثنين واربع. لو حد طلب منك ان هو يخرج معاك في الوقت ده مش هتخرج معاه. لو انت عندك جامعه مثلا ايام كذا فانت هتبلوك الوقت بتاع الجامعه. لو انت عندك كذا وحد قال لك انا عايزك تخرج معايا فانت تقول والله لا انا عندي في الوقت دوت حاجه معينه. فانت هنا بتعمل ايه؟ انت الكالندر بتاعتك حتى لو انت مش عامل كده ومعكش كالندر كاتب فيها وحاطط فيها كل حاجه، فانت في دماغك مرتب ان انا عندي في الايام معينه حاجات معينه، فما ينفعش ان انا اكسر الحاجات دي. نفس الكلام وانت بتاخد اي تريننج اونلاين، لازم تبلوك تايم للتريننج دوت. ما ينفعش ان انت تخشه وانت مش حاطط له وقت. لو انت ما حاططلوش وقت مش هتكمله ومش هتاخده ومش هتتعلم منه. فمهم جدا ان انت في بدايه التريننج انك انت تبقى عارف ان انا كل يوم لمده ساعه من 8 ل 9 عامل البلوك للتريننج بتاع الانتيريور ديزاين. بس خلاص لمده اسبوعين انت عملت بلوك للتايم في الوقت دوت. طيب انت الوقت ده مش مناسبك وعايز هترجع تشوف مثلا الريبلايز، فانت هتحط تايم معين في كل وقت عشان تقدر ان انت تشوف وتتابع كل حاجه. فمهم جدا جدا انك انت تانتر
التايم معين وتبلوك تايم معين في السكادول بتاعتك علشان تقدر ان انت توصل للريزلت اللي انت عايزها. اخر حاجه الار هي ستاند فور ريفيو. مهم جدا علشان تستفيد استفاده كبيره جدا انك انت تراجع على كل خطوه من الخطوات اللي احنا اتكلمنا عليها ديت، وتبدا ان انت تراجع كل محاضره انا هتكلم عليها قبل ما ابدا المحاضره اللي بعدها. تبدا ان انت تعمل مراجعه سريعه كده اهوت للمحاضره ديت، وتبقى بتجمع المعلومات بتاعتها علشان تخش المحاضره اللي بعدها تبدا انك تضيف لمعلوماتك اكتر. ودي حاجه هتلاقيني انا بعملها باستمرار في بدايه كل محاضره ونهايه كل محاضره، علشان اقدر ان انا اجمع المعلومات كلها في دماغك، فتقدر ان انت ترتبها بطريقه مظبوطه وتثبت في دماغك بصوره كبيره. اتمنى يكون الفيديو ده خفيف كده اهوت سريع علشان ويفيدكم بصوره كبيره. وخلينا نراجع سريعا. forget احنا قلنا forget 3 حاجات: forget your limitations, forget any situational things, و forget what you already know about it. A for active, take notes, summarize notes ديت, ask questions، وبعدين practice. الستيت في عندي الفيزيكال ستيت والمنتال ستيت. الفيزيكال ستيت ان انت جسمانيا شكلك عامل ازاي، المنتال ستيت الجولز بتاعتك والاهداف بتاعتك شكلها عامل ازاي. لازم انت تاخد كل الحاجات ديت وتبقى مركز في التريننج اللي بيتقال عشان هتتيتش التريننج دوت، وبعدين حط وقت معين للتريننج دوت في السكادول بتاعتك وبعدين تعمل ريفيو. مهم جدا جدا ان انت تبقى اكتف دلوقتي وتبدا ان انت تحت في الكومنتس تحت الفيديو دوت عرف لي نفسك، قول لي انت مين، ليه بتاخد التريننج دوت، و خلينا نتعرف على بعض. حاول ان انت تحط لي اكبر معلومات قدر من المعلومات عنك. بما ان احنا اونلاين تريننج فانا هحاول ان انا اتعرف عليكم كلكم عن طريق الكومنتس في تحت الفيديو دوت. فاكتبوا كومنتس تحت الفيديو دوت على طول، وهستناكم ان شاء الله في التريننج يوم 2/1. ما تنسوش تعملوا انفيتيشن لاصحابكم كلكم، وبالتوفيق ليكم واشوفكم في يوم 2/1 ان شاء الله. بالتوفيق.